خلونا نتخيل إن إحنا غرفة فيها 20 شخص، متوسط أعمارهم 20 25 30 40 وهكذا يعني، أيا كان متوسط أعمارهم. طيب إحنا بكل بساطة لو طلعنا آلة حاسبة وحسبنا أعمار الناس اللي موجودة جوه الغرفة دي كلهم، هنلاقي نفسنا مثلا تقريبا 20 شخص، هنقول في متوسط 30 سنة. الأكبر والأصغر المتوسط بتاعهم يعني مثلا 30 سنة. 20 في 30 ب 600. 600 إيه؟ 600 سنة خبرة، 600 سنة مليانة بالتجارب، 600 سنة مليانة بالحلول، مليانة بنجاحات، مليانة بفشل. على فكرة حتى الفشل احنا بنتعلم منه ان احنا ما نمشيش في الطريق ده تاني، ما نحلش بالطريقة دي تاني، فاحنا ممكن نحول الفشل ده لنجاح اذا كان فيه يعني. بس يعني انا مش عايز اسميه فشل قوي، لكن اقدر اسميه عدم توفيق. فاذا معانا 600 سنة، بعض الخبرات متكررة بين الناس، حد مر بنفس التجربة بنفس التجربة بنفس التجربة، لكن كل حد كان الموقف برضه مختلف. مش نفس التجربة في نفس الوقت، بنفس الفكر، بنفس الضغط، بنفس المشكلة، بنفس سرعة الحل أو بطء الحل. أكيد الحاجات دي كلها بتختلف. إن إحنا نتبادل مع بعض خبراتنا وآرائنا، وأنا أعرفك وأنت تعرفني طريق لما مشيت فيه بالطريقة الفلانية حصل كذا أو وصلت فيه لكذا. لكن أنت تقدر تمشي في نفس الطريق بس ما تعملش نفس الخطوات، أو تغير خطوة، أو تغير فكرة، أو تغير نقطة البداية، أو تغير نقطة النهاية حتى.